حوار المهاجم بتاع النادي الاهلي ده، المهاجم الجديد بقى والتعاقد بقى، يعني تفكيري لما بيجي يروح للقصه دي ويا ترى هيجيبوا مين. والله بجد انا بقيت عندي عقده من المهاجم، من موضوع المهاجم ده بجد والله بامانه يعني. عقده ايه يا احمد؟ هقول لك يا سيدي. بقى ما عنديش ولو امل يعني ولو 1% ان المهاجم اللي جاي ده هيبقى مهاجم سوبر ستار، او مهاجم يعني هينفع معانا المكنه، هتجيب قماش بسرعه. ما بقاش عندي ثقة في النقطة دي خالص. يعني ممكن نجيب أي لاعب من أي حتة في أي مركز، أنت فاهم، يبقى عليه كلام هينجح أو هيفشل. يعني أنت فاهم الصفقة هتنجح أو هتفشل، 50 و50 يا سيدي. إنما قصة المهاجم دي والله ولو 1% مفيش نسبة نجاحه يعني، مفيش. قصة المهاجم دي بالنسبة لي، وأعتقد لبعض جماهير الأهلي أو معظمهم، الموضوع ده عندهم برضه، إن المهاجم اللي هيجي ده هينجح مع، لا ما أعتقدش هتبقى صفقة فاشلة على ما اعتقد يعني. فقصة المهاجم دي، مع اني شايف ان الفريق محتاج مهاجم وبأقصى سرعة ومهاجم يكون قوي جدا، ولكن انا يعني ما بقتش شاغل بالي بيها قوي. بقيت اي اسم هيتقال، اي اسم ايا كان مين هو، اي اسم هيتقال بالنسبة لي انا ما اظنش انه هينجح. مش عارف ليه، بقت قاعدة خلاص بالنسبة لي، مش عارف ليه. يا رب المهاجم اللي يجيبوه ده او اللي خلاص خلصوا معاه ده، يا رب يا رب يا رب يكون عكس كل توقعاته وعكس التفكير المتخلف اللي هنا ده، يا رب. اتمنى.